وصفتنا اليوم خطيرة، كيكة الموز بالسكر المحلي. يعني الكيكة ما فيها سكر، فيها السكر تبع الرجيم. حطيت نص كوب زبدة بس، معلقتين كبار زيت. لاحظوا ما فيها كتير زيوت. هاي السكر اللي هو سكر الديت. بعد ما خلطت نزلت البيض واخلط يلي بتخلط طبعا مع الفانيلا. وجبت 3 حبات موز حجم كبير، هرستهم وضفتهم فوق الخليط واخلط يلي بتخلط كمان مرة. حنقضيها خلط احنا السنة. وبعد هيك ضفت عليهم الطحين منخول طبعا، بيكنج باودر، بيكنج صودا، ورشة الملح. دخلتهم واخلط يلا بتخلط. بقول لكم قضيناها خلط. بعدين جبت مكسرات لوز وفستق حلبي، حطيت هذه معلقة الطحين الصغيرة حتى ما ينزلوا بالقاع، يضلوا بقلب الخليط. حطيته بقالب قالب الانجليش كيك مع شوية فستق حلبي. خبزته على فرن حامي 175 لمدة ساعة إلا ربع. قلبته، شوفوا ما أحلى منظره، وهي شكله. باي باي.